ناقد رفعت عبد الوهاب ما دي رسمت العزة رحلة لا 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 والنقد الأدبي والإشراف على إشراف كوادر شابة في مجال الشعر والنثر. لو بدأنا الرحلة من أين نبدأها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المبدع دائما تبدأ في سن مبكرة. لابد وأن تبدو الإرهاصات الإبداعية على المبدع في سنوات مبكرة من عمره، وهذا ما حدث مع المصري. منذ المرحلة الابتدائية والأدبية والثانوية كانت هناك بواكير إبداعية توشي بأن هناك شاعر سيولد في مرحلة ما اسمه رفعت المرصفي. صحيح هناك اختلاف في التجارب الإبداعية من مرحلة إلى أخرى حسب النضج الفني والنضج اللغوي، لكن بصورة أو بأخرى كانت هناك نقاط إبداعية مهمة تؤكد وجود شاعر اسمه رفعت المرصفي. إذا البداية مبكرة واستمرت طبعا حوالي 4 أو 5 سنوات. هات الريموت ده عندك صوت شوية حبيبي، هات الريموت من ورا، هات الريموت. أعمالك بما شئت. البداية يبقى ليها دوافع أو مسببات أو مؤثرات سواء بيئية أو مؤثرات ثقافية محيطة بحضرتك. أمثلة ونماذج اتمثلت بيها أو تقربت بيها كانت سبب في ظهور الموهبة عند حضرتك. إذا الكلام ده حقيقي ولا؟ ده صحيح بشكل كبير. هي المؤثرات في المراحل الأولى من حياتي كانت مؤثرات مناسباتية. يعني كنت أجد نفسي في مثلا في عيد الأم أجد نفسي أكتب شعرا عن الأم، في عيد الأضحى أكتب شعرا عن عيد الأضحى، في كافة المناسبات حتى المناسبات الرياضية كنت أكتب فيها شعرا. يختلف هذا الشعر في مستواه كما قدمت، لكن كان يؤكد وجود شاعر ما. المؤثرات الأخرى أو نستطيع أن نقول المؤثرات التي ساعدت في نمو التجربة الإبداعية كانت كتاب شيء بعيد تماما عن مجال الإبداع، لكن كتاب القرية الذي تعلمت فيه القرآن الكريم في مرحلة مبكرة جدا ساعدني كثيرا على القراءة العربية، وساعدني كثيرا على قراءة علوم الشعر العربي في وقت مبكر، وساعدني كثيرا على مخارج الألفاظ العربية، مما أعطاني دفعات قوية في سن مبكرة للسيطرة على التجربة الإبداعية التي تكون. كل هذه المؤثرات بدأت وانطلقت بعد ذلك على المسرحية بدراسة الأوزان الشعرية بلا شك والاطلاع على عيون الشعر العربي. دراسات حرة بعيدة عن الدراسات الأكاديمية الخاصة بحضرتك. حضرتك تخصصك محاسبي يتناقض أو يبتعد كثيرا أو قليلا عن مجال الشعر والأدب. يبتعد كثيرا. لو خلطنا بين المحاسبة والشعر لأفسدنا الاثنين معا. لكن عموما كانت دراسات حرة كما تقولين، لأن حبي للشعر جعلني أتحسس الخطوات الصحيحة لكي أتقن هذا الفن ولكي أؤكد وأثبت هذه الموهبة. فقرأت أوزان الشعر العربي قراءة جيدة، وقرأت عيون الشعر العربي، وبدأت أكتب بعدما قرأت، وبدأت أصحح ما كتبت وفق ما قرأت. فطبعا كانت تماما. وأساتذتي في الجامعة أساتذة اللغة العربية وأساتذة من الشعراء ومن الكتابات اطلعوا على تجربتي في مراحل مهمة في حياتي وأعطوني دفعات وأذكر منهم على سبيل المثال الشاعر الكبير إبراهيم صبري، الشاعر الكبير الكبير المرحوم أيضا عواد يوسف وكثيرين الحقيقة الناس الحقيقة في هذا المجال. متى توقع الشاعر ونقد الأدب من طريقه أو طريقة الشعر وأن المجال مفتوح أمامه؟ عايز تكمل دي كمل. النقد
عندما أصدرت الديوان الأول على رفقة الخاصة